الفيديو ده انا هقول لك ازاي تقدر تعمل اعلانات رابحه على الفيسبوك والانستجرام من خلال حاجه مهمه جدا في ناس كتير مش عارفه مدى اهميتها، الا وهي فهمك للارقام. وعلى فكره انت مش لازم تكون ساحر في الارقام ولا اي حاجه، وفي الفيديو ده انا هوريك ازاي. يلا بينا. ازيكم يا جماعه، ايه الاخبار؟ معاكم اسلام صلاح. في قناتي انا بساعد المدربين والمستشارين ورواد الاعمال ان هم يكبروا البيزنس الخاص بيهم اونلاين. فلو انت اول مره هنا، ما تنساش تكسر زر اللايك واعمل سبسكرايب وتدوس على الجرس عشان يفوتكش كل جديد اول ما ينزل. لما بقول مهم ان انت تفهم الارقام، فانا مش قصدي خالص ان انت تفهم يعني ايه تفاعل، ولا يهمني خالص الوصول بتاع اعلانك وصل لقد ايه. كل ده ما يهمنيش خالص. لكن اول حاجه هنعوز نبص عليها اللي هي الانفاق بتاعك. وليكن ان انت صرفت $100 على الاعلانات، واضحه جدا. انت لما صرفت $100 على الاعلانات جالك شويه كليكس، في ناس ضغطت على الاعلان. هنفترض ان انت جالك 200 كليك. الارقام دي واضحه بالنسبه لنا جدا، وكده كده اي منصه اعلانيه مش بس الفيسبوك والانستجرام هيقول لك الحاجات دي كلها. وعشان تكونوا معايا في الصوره، الحاجه اللي انا عايز اوصل لها هنا هي ان انا اشوف انا دلوقتي لو بصرف $100، لو جالي على الاقل $200 على كل $100 انا بصرفها، فكده دي اقرب حاجه لطباعه الفلوس بشكل اخلاقي. واحنا بقى عايزين نشوف هنا ازاي اقدر ان انا على كل دولار بصرفه من الاعلانات بيجي لي على الاقل 2 و3 و4 دولار. الحاجه اللي بعد كده اسمها كوست بير كليك. بناء على اللي احنا عملناه ده كله، يا ترى تكلفه الكليكايه كام بالنسبه لنا؟ انت دفعت $100 عشان يجي لك 200 كليك، يبقى كده تكلفه كل كليكايه بالنسبه لنا هي نص دولار. لحد هنا الموضوع سهل وبسيط، مش محتاج تفكير كتير. اللي جاي بعد كده ده بقى كله هو اللي هيعمل كل الفرق عندنا. اغلب اللي الناس بتعمله انها بتبعت الناس مثلا على ويب سايت، على موقع. وللاسف دي بقى هنا المشكله، ان المواقع بالنسبه لي تعتبر حاجه ميته وحاجه انت بتحرق فيها فلوسك. لان انت لما بتبعت الناس على موقع، الناس بتروح بتلاقي بقى في صفحه الكونتاكت او الاتصال، بيلاقي في صفحه اباوت اس او نبذه عن الشركه، بيلاقي صفحه الهوم بيج، بيلاقي صفحه مؤسس الشركه، بيلاقي صفحه ملء الاستماره، بيلاقي صفحه البورتفوليو. وتلاقي العميل يدخل ويتوه، وفي الاخر ما يطلعش ولا يعرف يعمل اي حاجه خالص في الصفحه دي. بياع واقف قدام المحل بتاعك عمال بيوزع بروشور في سلسله او لسته الخدمات الخاصه بالشركه، وعمال بيوزعها على الناس اللي بتمر، ومش بيبيع صح الخدمات اللي هي بتاعت الشركه. انا لو مكانك وعندي بياع زي ده، انا هطرده فورا. لكن الصح ان انت يكون عندك حاجه اسمها فانل. الفانل دي انت بتدي للناس فيها حاجه بشكل مجاني، بحيث ان انت تاخد منهم الاسم وتاخد منهم الايميل او رقم التليفون، بحيث لو لا قدر الله بقى اكونت الفيسبوك والانستجرام بتاعك اتقفل، اليوتيوب قال لك بالسلامه مش عايزينك، تكلفه الاعلانات زادت، يبقى انت معاك البيانات بتاعت الناس، تقدر تتواصل معاهم سواء من التليفون، الواتساب، الايميل، وتبيع لهم خدماتك من هنا ورايح. الناس هتديك الايميل والاسم بتاعهم لما انت هتديهم حاجه قيمه، هتديهم اكسل شيت، هتديهم آلة حاسبه، هتديهم خطه عمل، هتديهم خطه دايت، اي حاجه تسهل على الناس حياتهم ويحسوا بانها قيمه. المفروض الحاجه دي تكون بتسهل حياتهم على طول، او يحسوا ان هم هياخدوا الفاليو او القيمه دي مباشره. طبعا مش معنى كده ان حاجه زي فيديو او كتاب مش هقول انها وحشه، بس هي اقل ليفل خالص في القيمه. ولو انت مش مقتنع، فكر كده كم مره كنت انت متحمس ان انت هتاخد كتاب بشكل مجاني، كتاب عباره عن 250 صفحه. لا، في الحقيقه بقى كم مره انت كنت متحمس وخلصت الكتاب، او كم مره كنت متحمس ان انت هتشوف فيديو ساعتين بشكل مجاني. طبعا بنسبه كبيره حاجه زي كده ما بتحصلش. لازم الناس تحس انها هتاخد الفاليو مباشره بمجرد ما يدوك اسمهم وايميلهم. الاسم والايميل ده بنسميه ليدز. فاحنا لو افترضنا ان انت مقدم لهم حاجه حلوه جدا، وانت كنت موضح الحاجات دي على الصفحه بشكل كويس جدا، فهنفترض ان 50% من الناس اللي هتنزل على الصفحه هتديك اسمهم والايميل بتاعهم. وبما ان في 200 واحد راحوا على الصفحه، فيبقى انت هنا جالك 100 ليد. طيب بالمنظر ده، يبقى تكلفه كل ليد بالنسبه لك كام لو انت دافع $100 وجالك 100 ليد؟ شفتوا الموضوع بسيط جدا. يبقى انت كده جالك الليد ب$1. الخطوه اللي بعد كده بقى دي المفروض اللي هي هتجيب فلوس للبيزنس عندك. فلو افترضنا ان العرض ده ثمنه $100 وبيبيع بنسبه 2%، اللي هي نسبه التحويل. طبعا لو العرض كويس، انت عامل عرض لا يقاوم، بتقنع الناس، فهنفترض ان من كل 100 واحد هيروحوا على الموقع في 2 هيشتروا. 2 هيشتروا، اوفر ثمنه $100، يبقى انت كده معانا $200. وكتبها انا بالاخضر، يعني قال يعني فلوس بقى وكده. كم واحد متفق معايا ان لحد كده دي نتائج حلوه جدا؟ انت صرفت 100 جالك 200، يبقى معنى كده ان انا ممكن اجي في تاني يوم اقوم صارف 200 يجي لي 400. ده بشكل مثالي تماما، وده اللي بنسميه السكيلينج او التوسع. اللي اغلب الناس بقى بتعمله انها بتيجي تدفع $100 دول، ويجوا بعد كده يدعوا ربنا ويقولوا يا رب الكامبين بتاعتنا تكون كسبانه، من غير ما
بيبصوا على الخطوات اللي موجوده في النص وشويه الارقام اللي موجوده في النص دي. لو جينا نبص للموضوع برضو عن كثب، هل ان انا ادفع $100 ويجي لي $200 حاجه سهل انها تحصل؟ هي ممكن تحصل، بس عشان تحصل لازم يكون كل بقى الشمس والقمر والنجوم والكواكب كلها متعامده على بعض. ليه؟ لان انا عشان يجي لي نص دولار مثلا لكل كليكايه لازم يكون الاعلان بتاعي حلو جدا، لازم يكون النص الاعلاني ممتاز، لازم تكون الصوره جذابه جدا، لازم يكون عندي هوك او طعم حلو جدا في الاعلان، لازم يكون التارجتنج مظبوط جدا، كل حاجه في الاعلان تكون حلوه جدا. ده عشان اتحكم في اول حاجه بس في الاعلان، اللي هي الحاجه الوحيده اللي انا اقدر اتحكم فيها، اللي هي الكوست بير كليك او تكلفه الكليكايه. بعد كده عشان نوصل على الموقع اللي هو ال50% بقى ان الناس تديني الايميلات بتاعتها، لازم يكون ساعتها انا عامل لاندنج بيج او صفحه هبوط حلوه جدا، لازم اكون بقدم لهم حاجه ممتازه جدا مقنعه جدا عشان 50% من الناس تديني الاسم والايميل. بعد كده نيجي على السيلز بيج او صفحه البيع عشان احقق ال 2% مبيعات. هل ممكنه؟ ممكنه، بس لازم يكون العرض بتاعي عرض جذاب جدا، الناس جعانه ليه جدا، لازم يكون في برزنتيشن قويه جدا وفيديو بيعي ممتاز وعرض لا يقاوم عشان اعمل الموضوع ده. فلما هتيجي تبص هتلاقي لازم كل ده يكون موجود عشان اصرف 100 يجي لي 200، وعلى سكيل كبير عشان اعمل الموضوع ده هيكون شبه مستحيل ان انت تفضل كسبان. لكن ايه رايك لو قلت لك ان السر لنجاح بقى الفيسبوك بتاعك مش بيكمن فقط في الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه لغايه دلوقتي، لكن في ان انت بقى تلعب في السيلز بروسيس بتاعتك، او في ان انت يكون في عندك ازاي تخلي فيه حاجات اكتر العميل ده ممكن يشتريها، ازاي تقدر ان انت الليدز اللي انت خدتها دي تقدر ان انت تبني علاقه قويه جدا ما بينك وما بينهم، تبعت لهم حاجات قيمه جدا، تبني علاقه ما بينك وما بينهم، تبتدي ان انت تبيع لهم بعد كده حاجات تانية، بحيث مثلا ان انت يكون في عندك عرض مثلا ثمنه $500، فلنفترض مثلا ان العرض اللي ثمنه $500 ده هيكون في نسبه التحويل 1%، يبقى في واحد من كل 100 هيشتروا، يبقى معنى كده ان انت بقى في عندك $500 زياده غير ال $200. طب ايه رايك ان انت مثلا لو قمت عامل اوفر تاني ثمنه $2000 ونسبه التحويل نص في المية، يعني من كل 100 نص هيشتروا، فيبقى انت عندك ال $2000 دول هيطلعوا لك في الاخر ب $1000. يبقى انت كده من ال $100 اللي انت صرفتها انت مش بس طلع لك 200، لا ده انت طلع لك 200 وطلع لك 500 وطلع لك 1000. كل ده عشان انت عملت فانل اعمق او عملت اوفرات زياده. وهنا بقى دخلنا على الجانب التاني اللي محدش بيبص له. الناس كلها بتبص على يا ترى انا الاعلانات مكلفاني كام، لكن محدش بيبص على يا ترى انا قيمه العميل بالنسبه لي كام. وده هنا هياخدنا على المقوله الشهيره اللي انا دايما بقولها لدان كينيدي، اللي هي those who can spend the most to acquire a customer win. اللي هيقدر يصرف فلوس اكتر عشان يجيب العميل ده هو هيكون البيزنس الكسبان. وانت عمرك ما هتقدر تصرف فلوس اكتر من اي حد غير لو انت عندك الستيبس او الخطوات اللي في الاخر دي. هي لو انت فعلا قادر ان انت تبيع لاكتر عدد ممكن من العملاء او تبيع للعميل باكبر قدر ممكن. لو انت قدرت تعمل كده بس ساعتها تقدر تغلط زي ما انت عايز في اعلانات الفيسبوك. مش هيكون ساعتها الموضوع بقى يا ترى ايه هو الاستهداف السحري المثالي اللي انا المفروض اعمله، او يا ترى انا النهارده صرفت $1 والنهارده ما جاليش نتائج فتقوم قافل الاعلان. على فكره انا مش دايما بيكون عندي احسن نص اعلاني، ولا دايما بيكون عندي افضل استهداف، ولا دايما ممكن اكون عامل احسن وافضل صور، لكن عشان انا فاهم الجزء ده من الفانلز او الجزء الباقي اللي هو قيمه العميل ايه بالنسبه لي، لا بقدر اصرف فلوس على الاعلانات. ودي الحاجه اللي خلتني اقدر اصرف فوق ال $25 مليون للعملاء بتوعي، يعني احنا فاهمين الجزء ده من اللعبه. يعني خلاصه الموضوع كده زي ما بقول لكم تاني، كوست بير كليك ده متحكم فيه الاستهداف بتاعك، متحكم فيه النص الاعلاني، متحكم فيه الهوك والطعم بتاعك، الليدز متحكم فيها ترى انت بتدي للناس حاجه جذابه ولا لا، حاجه هتخلي حياتهم اسهل ولا لا، عامل صفحه هبوط الناس قادره انها تفهمها ويبقوا متحمسين ان هم يدوا لك اسمهم وايميلهم ولا لا، عامل فولو اب بعد كده عشان تبيع للناس اللي مش هتشتري الاوفرات بتاعتك دي ولا لا، عشان تزود نسبه التحويل اللي موجوده هنا دي، بالاضافه طبعا هل العرض بتاعك ده عرض جذاب ولا لا، هل الناس جعانه للاوفر ده ولا لا. فدي الحاجات فعلا اللي هي بتبني لك كامبين فيسبوك ناجحه. وبس كده شايف ده كان نهايه الفيديو اللي معانا النهارده. اكتب لي ايه اكتر حاجه انت استفدتها من الفيديو ده، ولو الفيديو عجبك ما تنساش لايك وسبسكرايب، واكتب لي حابب نتكلم عن ايه اكتر في الفتره اللي جايه. شكرا ليك واشوفكم الفيديو اللي جاي.